إنه يفخر بالحرية الموجودة في العراق والتي لا تتوفر في غيره من البلدان العربية والإسلامية، موضحا أن الكثيرين أخبروه أنه كان سيتعرض لأذى شديد في أي بلد آخر على آرائه. وأكد القبنشي في مؤتمر صحفي ببغداد أن السلطات الإيرانية طردته من السجن إلى خارج الحدود مباشرة دون السماح له برؤية عائلته المقيمة في إيران، ومنعت دخوله مرة أخرى. وشدد على أنه سيستمر في نهجه المناهض لفكرة ولاية الفقيه والمطالب بالإصلاح والتنوير. نصيحة مخلصة لكم أنه تعتقلوني سنتين أو إعدام، لأن أنا ما أبطل، بس أروح العراق أرجع أشهد من أول. لماذا؟ لأن هذا عملكم أثبت لي عملا بطلان وقواء ولاية الفقيه. أنتوا ليش تعترضون على الصوت مو في بلدكم؟ أنا في إيران أي خلاف للقانون ما سويت. أنا صوتي وكتبي ومحاضراتي كلها في العراق. شنو الدليل؟ أي مجوز، أي مسوغ أنتم تفرضون رأيكم ونظريتكم ولاية الفقيه على شعب آخر؟ مشاهدينا، نشرة